هاي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى روتين النهارده هيبقى في غرفة النوم. ان شاء الله باذن الله الروتين يعجبكم. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انا هدير بعمل فيديوهات، روتينات، مشتريات، فلوجات، حاجات كده حلوه جدا وهتعجبك. بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. وعايزه كل اللي بيتفرج عليا يحطلي كده لايكات كتير قوي. بصوا يا بنات، انا مش هسمي الروتين ده روتين يومي ولا روتين اسبوعي. هو روتين عادي هبت معايا كده ان انا اقوم اعمله. ليه بقى؟ بصوا يا بنات، يعني انا كنت قايله لكم ان في حد جه نضف لي الشقه المفروض وكده. فانا عايزه اوريكم اصلا، يعني انا اتصدمت والله العظيم. انا لقيت الحاجات ما اتشالتش من مكانها اصلا واتعملت. يعني دي غلطتي ان انا يعني اول مره اجيب حد وما اعملش معاه. فهي مش حكايه غلطتي، بس انا فعلا كنت تعبانه جدا. الجرح كان وجعني جدا جدا، وما كنتش هقدر ان انا اقوم اعمل معاه طبعا اي حاجه. فللاسف انا كل ما بدخل اوضه بتصدم منها يعني بتصدم من الحاجات اللي انا بشوفها. انا كل مره حد بيجي يعمل لي، يعني بخلي حد يجي يساعدني في البيت، هو مجرد حد بيساعدني. فانا بتبقى ايدي بايده، يعني اي واحده بتيجي بتبقى ايدي بايدها. انا بعمل معاها ونخلص مع بعض اوضه، ندخل اوضه تانية. ممكن اقول لها انتي خلصي هنا عقبال ما انا اعمل هنا، يعني اللي هو حد بيعمل معايا بيساعدني في البيت. بس المره دي اول مره ان حد يجي ومقفش معاه، او ان انا اسيب بقى الدنيا كده وابقى انا قاعده جوه ومديه الامان، يعني ان الدنيا بقى هتبقى نظيفه وكده. بس طبعا صدمت بقى للاسف. فالحمد لله على كل شيء. المهم، فجيت دلوقتي قلت بقى اول حاجه اعملها. بصي، هو كان فيه هدوم بقى في الاوضه وحاجات كده، كان بصراحه كان فيه كركبه في الاوضه. انا شلتها قبل ما اصور، ماشي، عشان ما يبقاش ايه الفيديو مكركب. ما بحبش الكركبه كتير في الفيديو، بحس الدنيا بتبقى مش احسن حاجه. المهم، دلوقتي بقى قلت ايه اول حاجه اعملها كده؟ اخلص السرير. شلت بقى زي ما انتوا شايفين، شلت الملايه وغيرت اسمه ايه، المخدات بقى والخداديات والكلام ده كله. ودلوقتي بقى قلت هفرشها كده. انا بصوا البطانيه دي تقيله قوي قوي عليا، فبصراحه انا مش هقدر ان انا اطبقها كل يوم. فسبتها كده وقلت انا هفرشها على السرير، هفردها كده على السرير، لان هي تقيله وانا يعني مش هقدر ان انا افضل بقى اشيلها واحط واعمل. هتبقى الموضوع مش مريح معايا، من ناحية بقى تقولها يعني. المهم بقى دلوقتي خلاص بقى ظبطت مفرش السرير ده، طلعته. انا عايزه، كنت عماله ابص ايه في الدولاب، عايزه اجيب مفرش سرير او ملايه سرير من الدولاب تكون لايقه مع تكون لايقه على البطانيه. تمام. فاخر ما توصلت اليه هي طقم السرير ده. فقلت بقى خلاص انا هجيبه. بصوا بقى البطانيه دي مضايقاني قوي، مستفزياني قوي. ليه بقى؟ عشان الرسمه بتاعتها جايه بالجنب مش جايه بالنص، فحاجه مستفزه قوي. فعشان خاطر اجيبها في النص لازم حته تبقى اطول من حته. وبصوا عامله حته اطول من حته، وبرده زي ما انتوا شايفين كده مش جايه في النص برضو الداريه دي. فده اخر بقى ما توصلت اليه. المهم فرشت بقى الملاية كده. عايزاكم تقولولي بقى ايه، فرشت اسمه ايه البطانية كده. قولولي بقى رأيكم فيها ايه، وهي مفروشة كده شكلها حلو. عقبال بقى ما نعدي الفترة بتاعة الشتا دي، وبعد كده بقى نحط الطقمة كده حلوة، والكوفرتة يا دوبك بتتطبق وبتتحط في الدولاب وخلاص. انما الدهية دي ما بتعرفش، ما ينفعش طبعا تتحط في الدولاب. قولولي بقى انتوا كمان بتعملوا ايه في موضوع البطاطين التقيلة دي؟ لو عندكم بطانية تقيلة كده بتتصرفوا فيها ازاي؟ المهم دلوقتي بقى قلت كده ايه اطبقها تطبيقة تانية كده من فوق، تبقى شكلها كده ايه اهدى شوية. بصراحة حسيت يعني شكلها مش وحش، هي شكلها حلو بصراحة. دخلت دلوقتي بقى على مرحلة الكومود. انتوا عارفين بقى الكومود ده طالما والدة ما بيخلص طبعا. الحاجات دي كلها لازم، حاجات البيبي لازم تبقى جنبي دايما على الكومود. الأتروفين الفترة دي كمان لاقياه بقى ان هو بيكح، ولاقيه مناخيره بتتسد.
هو بيعطس من اول ما اتولد، بس الدكتور قالت لي عادي مفيش مشكله ان هو بيعطس. بس لقيته بقى ان هو بس لقيت فلوس تحت المفرش، وده دليل ان هي ما شالتش المفرش من مكانه. عشان ما لقيت كمان الكومود متبهدل خالص. المهم شلت بقى المفرش، قلت هغسله بصراحه. طبعا دي الحاجات الاساسيه اللي هي بتتحط جنبي على طول. معلقه الباليته بتاعت البامبرز، الباليت بتاعتها معلقاها على اسمها ايه، على باب الاوضه والله. فقلت عشان ما كركبش كتير، بس افتكرت حاجه ان انا ممكن احطه ورا الكومود ما بين البتاع ده اسمه ايه، ما بين العمود والسرير. هنا الاتروفين وقعت، بحط له بقى منها، ودوت بتاع السره. هو خلاص طبعا السره وقعت من فتره، بس ممكن ايه، ساعات بلاقيها بتجيب دم، ساعات بلاقيها بتجيب ماده كده، بس هو ده طبيعي يعني عادي. بقوم رشله منها، فضلت قعدت ارشله منها كده فتره، الحمد لله يعني مفيش اي حاجه دلوقتي. بس برضو ايه، بحطها جنبي زياده احتياط. هو ده كحول بيبقى للسره، وده دواء المغص بتاع الانتفاخات والكلام ده. وطبعا البامبرز اسمه ايه يا جماعه، الوايبس بتاع بتاع بامبرز، والكريم بتاع سانوسان بتاع الحفاض. الحاجات دي كلها مهمه ان هي تبقى موجوده طبعا. المهم دخلت بقى، خلصت بقى مرحله الكومود وشلت المفارش بتاعتهم. قلت بقى، حسيت ان هما طبعا محتاجين يتغسلوا، متبهدلين خالص. ف قلت بقى اشيلهم. قلت بقى جيت على السراحه هنا. الصراحه مضايقاني قوي بجد، حاسه ان هي مكركبه جامد، مش عارفه اعمل ايه. رغم كده عايزه اقول لكم ان في حاجات كتير جدا شايلاها، وحياة ربنا الحاجات دي بستخدمها، يعني كل الحاجات اللي موجوده على السراحه دي انا بستخدمها. فبجد شكل السراحه مضايقاني، حاسه عايزه اعمل حاجه بس مش عارفه ايه. يعني عايزه اعمل فيها حاجه. اولا عايزه اجيب المنظم بتاع السراحه. ثانيا عايزه اجيب منظم الادراج بتاعه السراحه، اللي هي منظم الميك اب والحاجات دي. حاسه برضو الادراج بتاعتي بتاعه السراحه هنا، حاسه ان هي محتاجه ان هي تتظبط. حاسه ان الموضوع مش احسن حاجه. فلو عندكم اي اقتراحات قولولي تحت في الكومنتات. يعني الدنيا مش متلخبطه خالص هنا. هنا بقى اول حاجه عملتها طبعا زي ما انتوا شايفين، شلت المفرش ده، وقلت بقى امسح. برضو لقيت كمية تراب مش عارفة ازاي، بس تمام بقى خلاص. هو نصيبي كده. مسحت الاول الفوطة التانية، مسحت بيها التراب، والفوطة دي قلت امسح بيها بالجلانس يعني. وبعد كده المنظم الصغنون ده هحطه. عايزه اقول لكم المنظم الصغنون ده والله لمملي ميك اب كتير ولمملي حاجات كتير، بس مش كل حاجه. يعني مش لمملي كل حاجه، حاجات كتير جدا محتاجه ان هي تتلم، مش ملمومه يعني. حطيت الحاجات دي. بصوا باودر بتاعت انشانتر دي، بحبها جدا 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 جدا، ما بقدرش استغنى عنها كده، ما اقدرش. حلوه جدا. و حطيت بقى البادي لوشنات كده هناك، وبعديها حطيت البادي سبلاش. اللوفيليا دي تحفه، من قبل ما اتجوز انا بحبها جدا. السبراي ده حسيت ان هو قرب يخلص، فقلت اسيبه كده على جنب عقبال ما يخلص. ابتديت بقى ان انا ارص بعد كده البرفانات. وعايزه اقول لكم والله في برفانات كتير انا شايلاها، يعني انا دول كده اللي هم الاستخدام العادي اللي انا بستخدمهم. انما في برفانات تانية والله انا شايلاها علشان خاطر ما كركبش الدنيا. بس بجد مش عارفه مالك حبيبي، بس بجد مش عارفه اعمل ايه. مناخيره كل شويه الاقيه مخنفر كده يا عيني. فبتضايقه خالص، بتضايقه بقى في النفس، وبتضايقه لما يجي يرضع او كده. والله بيصعب عليا قوي. حطيت بقى ايه كوتش بس. المهم بقية الحاجات بقى، بصوا عايزه اقول لكم الحاجه كلها متطربه. يعني البرفانات بتاعتي كلها والحاجات اللي على السراحه كلها تراب، كلها تراب. يعني انا مش عارفه هو اللي بيجي يعمل المفروض ان هو يعمل يعني مش عارفه والله. الواحد مش عارف يقول ايه.
يلا خير، كله خير من عند ربنا. عايزه اقول لكم ده تقريبا ستيفز. المرطب بتاعه تحفه. بستخدم كمان البتاع دوت السكراب بتاعه رهيب رهيب رهيب. بصوا بحط منه كده بستخدمه احس ان انا وشي منور. المخمريه بتاعت شهوة دي تحفه جدا 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 يا بنات بجد. يعني الواحد بيحطها وينام يحس ان هو ياه ايه ريحه النظافه دي. بصوا مش قادره اوصف لكم، يعني تحفه. وكمان فيها سنه جليتر كده بتخلي الجسم حلو جدا. دي عجباني قوي بصراحه، من اكتر الحاجات الحلوه اللي انا استخدمتها. هي بتاع ده جل كده، هي المخمريه جل لونها احمر كده وفيها جليتر. بس عايزه اقول لكم حلوه جدا، هوريها لكم دلوقتي في المرايه بعد ما اهي. مش عارفه شايفينها ولا لا. بصوا مخلصاها ازاي بوريكم ان انا مخلصاها. المهم خلاص كده خلصت دي جلابيه جوزي معلقها عادي جدا هي طويله قوي فاحنا مش لاقيين حته يعلقها فيها عشان في الدولاب بتقصر. بصوا المكنسه عملتها معايا، لازم 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 في كل فيديو لازم تعملها معايا في حاجه. المهم عملتها ورجعت لكم تاني اهو. فشغلتها اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين فالمهم الجلابيه بقى طويله، فانا لما باجي احطها في الدولاب فبتتكسر عشان خاطر بقى بتتقسم كده لتحت. فانا جوزي ما بيحبش يمشي بحاجه متكسره، حتى لو حاجه يعني تكسيره بسيطه ما يحبش ابدا. فراح معلقها في الدولاب بقى، هو طويل ما شاء الله فهو يقدر ان هو يعلق بقى ويجيب، هو حر بقى. جبت بقى المكنسه كده. عايزه اقول لكم ان ده كان حسيت ببدايه راحه، حسيت ان فعلا رغم ان انا ما سيقتش عشان في الوقت الحالي انا لو شغلت لكم الفيديو كان ابني بيعيط جدا عايزني بقى اروح له. وطبعا ايلين وسليم مش عارفين يتعاملوا معاه خالص، فبحاول ان انا اقول لهم هزوه كده على الكرسي ممكن ان يسكت، فما سكتش معاهم. فاضطريت بقى ان انا قلت والله ما انا مسيقه، كنت عايزه اشيل السجاد دوت واسيق الاوضه وكده، بس بقى ما فيش نصيب يعني ان انا اعمل الحاجات دي. فقلت مش مهم، قلت بقى اكنس كده بالمكنسه اللي بالكهرباء وعادي يوم تاني كده كده كده. انا بحب اعمل روتين اسبوعي للاوضه. الروتين الاسبوعي دوت انا بشيل فيه السجاد وبسيق الاوضه وبشيل الحاجه اللي على السريحه وكده. هنا بقى حطيت المعطر، ويا جماعه على ريحه النظافه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تحطولي لايكات كتير قوي واكتبولي بقى كومنتات حلوه زيكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.